عارف الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنجحك أو تفشلك بعد ربنا؟ هي حاجة واحدة، مش مهاراتك، مش فلوسك، مش أهلك، مش أي حاجة. هي حاجة واحدة، دماغك. دماغك هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن يا تنجحك يا تفشلك. مفيش ظروف، مفيش كل الحاجات دي 10% من الحاجات، 90% هي دماغك. أخطر حاجة موجودة في التاريخ، يا تسوحك يا تنجحك. لا مش راجع البيت عشان براجع الدنيا. اعذريني يا ماما انا بجيب الألمونيا. اعذري ايوه، للسيجارة. ما انا متخاذل. اخر فيديو نزلته كان تقريبا من شهرين، وقفت عشان دماغي. يعني الامبوستر سيندروم دي يا جماعه حاجه قميئه. بص انا هقول لك على حاجه بس ترجعنا، يعني انا ما رتبتش لاي حاجه الفيديو ده. انا طالع اتكلم عشان ما ينفعش كل ده ما مصورش بقالي شهرين. وده يرجعنا الفيديو قبل كده كنت نزلت اللي هو بتاع الفشل، الندم. فكره الندم ان انا بقالي شهرين ما نزلتش. انا في خضم شهر كنت عديت ل 2000 في سبسكرايبرز، 2200 و56 الف فيوز وحاجات على اليوتيوب مستحيله. فلك ان تتخيل لو كنت كملت بنفس الفريكونسي دي او نفس عدد الفيديوهات ده لمده شهرين كنت عملت ايه. وهنا احنا مش بنتكلم في ان انا لسه هبدا ففي احتمال ان انا افشل او لا. لا، انا بدات وعملت حاجات حلوه، فاللي هو انا الندم دلوقتي فعلي بقى. انت فاهم؟ فهي دي فكره ان انا بكلمك دايما في ان انت اعمل عشان ما تندمش. ودايما كنت اسمع فكره انك لما توصل، اسهل حاجه انك تنجح او تثبت انك تعرف تنجح او توصل لحاجه. الصعوبه انك تكمل بقى في انك تعمل ده. فاسهل حاجه ان انا ابدا انزل فيديوهات عشوائيه جدا في 6 فيديوهات 7 فيديوهات 6 فيديوهات تقريبا، واجيب فيوز وسبسكرايبرز. وايه الصعب ان اكمل بقى، اني افضل اكمل وانزل وما صدقش دماغي اللي ممكن. خليني اشرح لك بكل بساطه هي ايه الامبوستر سيندروم وازاي حصلت معايا. ازاي حصلت معايا في اليوتيوب، ازاي بتحصل معايا في شغلي، ازاي هي كل حاجه في حياتي وفي حياتك وفي حياه اي حد. لما بدات في الفيديوهات بتاعت اليوتيوب انا كنت داخل متارجت 100 فيو في الفيديو، 100 سبسكرايبر. طبعا الهدف يعني عايز اوصل من 2000 ل 5000 سبسكرايبر في السنه. وصلت ل 2000 في الشهر، في شهر. فانا داخل مش متارجت ده، ومش متارجت ان كل الناس هتبدا تخش تسالني على الانستجرام او في اي حته والكومنتس اللي هو احنا ازاي نعمل كذا وازاي نعمل كذا. وكنت في مره طلبت ان هو يعني فرص شغل، بس طبعا الكباستي مش كبيره للدرجه دي، فجاي لي طلبات كتيره قوي. فالمشكله مش هنا، المشكله دي حاجات حلوه كلها، بس المشكله بدات تخش لي انا. ما انت بتكدب على الناس دي طيب، ولا انت صادق معاهم ولا ايه؟ طب ليه بتكدب عليهم؟ ما بتقولش حاجه غلط. انا طريقتي في الكلام والاحساس اللي انا بحسه لنفسي، انا انتربرنور، رائد اعمال. احساسي الشخصي ان انا معايا في البنك مينيمم 10 مليون دولار. ده احساسي انا دي الطريقه اللي انا بتعامل بيها في حياتي، مش بصرف بيها، بس ده الاحساس الشخصي. ليه؟ عشان لو ما حسيتش كده او ما صدقتش بده مش هعرف اعملها. فانا ممكن اوصل لكم الاحساس ده، بس ده مش حقيقه يا جماعه. انا بادئ بقالي سنه ونص مثلا وداخل على السنتين. دي طريقتي. بس انا عمري ما اتكلمت في فلوس، وعمري ما قلت انا عملت ايه وما عملتش ايه. فانت بيوصل لك حاجه، طب انت بتكذب عليهم ولا انت السندروم اللي جات لي اللي هو الناس دي عايزه منك ايه. ف... فوصلت لمرحله انا مش عارف انا بكذب عليكم ولا انا ما بكذبش عليكم وبقول لكم الصدق. وهل انا اصلا كمان المسجز اللي كان بيجي لي حاسس ان انا رول موديل. فاللي هو ايه الاوفر ده؟ بقول لك ايه الاوفر ده؟ يعني انت اللي في الفيديو هتتفرج عليا دلوقتي هتقول لي انت اوفر، انا بقول لك ده اوفر. انت بتكلمني كده ليه؟ بتسالني اصلا الاسئله العميقه دي؟ انت فاهم؟ في وقت من يعني بصراحه استحق اسئله عميقه، انا كنت بعرف اجاوب على اسئله، فده معناه ان انا اعرف اجاوب عليها، فده معناه ان انا استحق ان انا اجاوب عليها. بس حاجات كتير بقى دخلت في بعض، لا ما فاكس. وهو دي الدماغ اللي بتعمله لك دايما دايما. دماغك معرفش ليه، رغم مهما كنت واثق في نفسك ومهما ان انت بتعمل وشاطر، دماغك هتفضل تديك حته كده اللي هو ايه، انت
لا ما بتعرفش تعملها، او انت هتفشل دلوقتي، او هم هيقفشوك حالا. وده في الشغل. في الشغل الواحد كل شويه بيحس اللي هو دي ضربت معاه، ده مش هيعرف اكمل اكيد، يعني مش انا عندي 25 سنه اعمل كده وبتاع ومش على صدفه. فلك ان تتخيل بقى دماغك هتعمل فيك ايه لو انت ما عملتش حاجه. يعني انا اتليست بعرف اقاوم دماغي شويه، اللي هو لا يا عم انا عملت كذا، يا عم طيب ده انا عملت كذا، اكيد ده مش صدفه. تخيل انت بقى شخص مثلا لسه بتبدا وما عملش حاجه، هتعمل ايه؟ دماغك دي هتسوحك كده. ف فما تصدقش دماغك. ما تصدقش دماغك. انت لو بتسالني عن حل، ما تصدقش دماغك، ودايما قول اللي عندك. ولما انا قعدت افكر في الحاجات دي كلها رجعتني للسبب الرئيسي ان انا ليه اصلا بدات اعمل كونتنت. ليه طلعت اشتريت الكاميرا دي وبدات اصور وانزل فيديوز على اليوتيوب، واصلا حاطط في دماغي ان محدش يشوفها، حاطط في دماغي ان هي ليا، وفجاه لقيت ناس بتشوفها، فاوكي حلو. بدات اعمل الفيديوز دي علشان ادوكيمنت الحياه اللي انا عايشها. لما بتيجي تبص لباباك او لمامتك او جدك او اي حد ويشوف الصوره دي وهو صغير، انت ما بتشوفش قد ايه هو مبسوط وكميه الذكريات اللي بيسترجعها لما يشوف بس صوره. فاحنا عندنا بريفيليج دلوقتي ان احنا عندنا كاميرات فيديو، وكاميرات فيديو تقدر تنزل الكونتنت على السوشيال ميديا. يعني انت اساسا خلاص هو محفوظ طول العمر هناك، مش هيروح في حته، ناس تانية كمان بتشوفه. فلك ان تتخيل كميه السعاده اللي انت هتحسها بنفسك بعد 40 سنه لما تيجي تشوف الفيديوز بتاعتك انا عملت كده، او انا كنت بعمل كده في حياتي. ومش بس انت عيالك، عيالي لما يشوفوا ابوهم لا 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 لا، بابا جامد. احفادي لما يشوفوا جده، جده كان كول. فده السبب الرئيسي اللي بدأت اصلا اعمل كده عشان. السبب التاني ان هو يمكن اللي انا بعمله ده ينسباير حتى لو واحد من مليارات البني ادمين. كفايه ان هو يلهمه ان هو يعمل حاجه زي دي، او يحمسه ان هو يطلع يعمل حاجه زي دي. مش طالع فليكس، مش طالع مظهر، مش طالع مش طالع مش طالع. فما تصدقش دماغك، ما تصدقش اي حاجه. انت مش يعني زمان كان يقول لك ما تصدقش الناس اللي بتحبطك. حبيبي ما تصدقهمش وما تصدقش نفسك. انت ما تصدقش اي حاجه سلبيه بتطلع من دماغك، ولا تصدق الايجابي. انت ما تصدقش حاجه، انت خش اعمل اللي انت عايز تعمله وامشي. دي حاجه. وتاني حاجه اعملوا كونتنت يا جماعه. انا نصيحتي ليكم بكل امانه، اعملوا كونتنت. مش لازم يكون احسن حاجه، مش لازم يكون اقوى حاجه، مش لازم احسن تول. اطلعوا صوروا نفسكم، اطلعوا قولوا انتوا بتعملوا ايه. ايا كانت الحاجه دي مش مهم. انت اللي دافع اشتراك النت ده، يالا. محدش دافع لك اشتراك النت. اطلع قول اللي انت عايزه. احنا بنشوف خرا كل يوم، ما جاتش عليك ولا عليا. يعني تشوف، خش. انت عندك حاجه هتبدا تشوفها بعد سنين من حياتك. انا بحس ان انا وانا بصور انا عايش في فيلم من اخراجي، فيلم حياتي انا اللي بعمله وبخرجه. واقدر احط اي حاجه انا عايزها، واقدر ما احطش اللي انا عايزه. فانا في كمان برايفت، يعني حاجه في برايفسي، ان انا ما مش اي حد بيشوف اي حاجه. قول، اتكلم. والحاجه اللي ساعدتني ان انا اعمل كونتنت حلو من اول يوم هو ان انا قعدت اتفرج كتير. قعدت اتفرج كتير على ناس كتيره جدا بره مصر بيعملوا كونتنت بشكل حلو، وعرفت التولز اللي بيستخدموها. الكاميرا اللي انا ماسكها دي واحد من الناس اللي انا كنت بحب اتفرج عليهم جدا ولسه بتفرج عليهم، طلع وقال انا بستخدم الكاميرا دي سوني اف اكس 30، واللينس دي اللي هي ال 50 مللي عشان تعرف تبقى ماسك بتاع. الفرق بيني وبين الكاميرا حرفيا يعني قد كفي ده مرتين. بس انت شايفني بصوره كويسه عشان دي وايد، سوبر وايد. والمايك الدي جي اي ده كان احسن، او احسن مايك دلوقتي، بس فيه بتاع الصغير. المهم الكاميرا دي انا شفتها معاه واللينس، ودخلت شفت اسعارهم في قبل ما ابدا. قلت يا رب انا في يوم هقدر اشتري الحاجات دي كاجوال كده. فابدا باي حاجه واتفرج كتير. اتفرج على اليوتيوب، اتفرج عليا، اتفرج، خش اعمل فولو ليا على الانستجرام، مش عشان الفولو، علشان تشوف طريقه ان انا ازاي بنزل كونتنت هناك، وازاي بنزل بوست، ازاي اصلا تستخدم البيرسونال براند بتاعتك انك تاليفيت او تعلي الصوره بتاعتك. علشان زمان البيرسونال براند بتاعتك كانت سمعتك، دلوقتي سمعتك لسه موجوده، بس البيرسونال براند بتاعتك على السوشيال ميديا هي اهم حاجه. فلو انت فعلا عايز تسبق في البيزنس او تسبق في اي حاجه انت بتعملها، حتى لو كانت وظيفه، لازم تهتم بالسوشيال ميديا بتاعتك. فاتفرج عندي على اليوتيوب، اتفرج على، خش عندي على انستجرام واعمل ليا فولو، وشوف ازاي بنزل بوست، وازاي
انا حاليا اصلا في منتور كنت بتكلم معاه من كام يوم، وهو متخصص بس للانستجرام، وانا معاه يعني مشترك معاه علشان اشوف ازاي اعمل بوست على الانستجرام، وازاي والحاجات دي كلها. مش بتفاخر بيها او بتفشخر بيها على قد ما انا بابجريد حياتي. وبصراحه لو انت، اعتقد كل الناس اللي عندي هيبقوا رجاله، بس حتى لو في بنات، بس اعتقد انهم كلهم معظمهم رجاله. انت كراجل لازم تاليفيت حياتك في كل حاجه، لازم تابجريد حياتك في كل حاجه، حتى لو كانت ايه، انستجرام، لبس، شكل، جسم. لو انت مش واخد بالك يا دي انت هو انا خسيت. لو انت مش واخد بالك يبقى انت مش زميلي. اتمنى ان أنا الفيديو ده مش كنتش موطي صوتي فيه قوي. انا خسيت، ودي حاجات من الحاجات الحلوه اللي حصلت الفتره اللي فاتت دي، ولسه هخس تاني. بس لازم تابجريد من كل حاجه. في فيديوز كتيره جدا جايه الفتره الجايه هنتكلم في الحاجات دي. مش بس عايز اتكلم عن البيزنس، يعني انا عايز اتكلم كحياه بشكل عام. وان اصلا لو عالجت مشاكل حياتك هتلاقي البيزنس بتاعك نجح لوحده، او الشغل بتاعك نجح لوحدك، او حياتك في الكارير نجحت لوحدها. بس ف هي دي الحاجات اللي انا كنت عايز اقولها لك النهارده. تصدقش دماغك وما تسيبنيش اصدق دماغي. ومفروض اتعاقب على الفترة اللي انا وقفتها دي، وان الفيديو ده ما يعديش ال1000 فيو. انا الست فيديوهات اللي نزلتهم كلهم معديين ال1000 فيو، الا فيديو واحد عشان الاغنية معمول بان في روسيا. مش عارف ايه الهبل ده، بس ده الوحيد اللي ما عداش. فعقابا ليا الفيديو ده المفروض ما يعديش. هما يعني ما اعرفش، يعني لا، اول مره هطلبها بجد، اعملي لايك وسبسكرايب والحاجات دي عشان الفيديو ده لو ما عداش هزعل. و ايه، بحبكم.